تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مو أول من دخل مكة معتمر، وإن في صحابي اعتمر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر هو أول من دخل مكة ملبي بالعمرة. هذا الصحابي نفسه هو أول من فرض الحصار الاقتصادي في الإسلام، واللي يستخدم بيومنا الحالي بين الدول. إذا دولة تبغى تضغط على دولة تبدأ تحاصرها حصار اقتصادي وتسمى بالحرب الباردة. بعد معركة ذات الرقاع انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل اللي تشكل خطر على المسلمين. بعض القبائل كانت حربية وما كان بينها وبين المسلمين هدنة أبدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا لهذه القبائل، فحصلت أحداث كثيرة. ففي قصة اليوم صحابي قتل رجل قال لا إله إلا الله، والصحابة يأسرون أمير من أمراء بني حنيفة، تخيل، ومن كبار قومه، فيأسره النبي صلى الله عليه وسلم ويربطه في عمود من أعمدة المسجد. قصة اليوم هي الأحداث اللي حصلت ما بين غزوة ذات الرقاع وعمرة القضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نعرف بأن الإسلام ألزم المسلمين غزو المناطق الحربية اللي ما بينها وبين المسلمين هدنة ولا سلام، واللي يطلق عليها بالعدو المحتمل، اللي يشكلون خطر على المسلمين ولا بينهم وبين المسلمين شيء واضح، سلام أو حرب، فقط ناس محاربين وما بينهم وبين المسلمين هدنة، مناطق غير آمنة باختصار، ويشكلون خطر على المسلمين. فما يجوز للمسلم أنه ينتظر حتى يهجم العدو عليه وتصير الفتنة أعظم وأعظم، وتصير الناس ترتد عن الإسلام بس خوفا على حياته، تصير فتنة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآية توضح الكثير والكثير عن الشيء اللي بيصير في قصة اليوم. فباختصار الإسلام علمنا كيف نكون أقوياء وأذكياء ولا نحط أنفسنا بموقف الضعف أبدا. أما إذا كان هذا العدو المحتمل أراد السلام والهدنة فقال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله نبدأ. في السنة 7 هجري وبعد معركة ذات الرقاع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا لمنطقة حربية من أهل نجد، أو منطقة حول أهل نجد، مناطق ما كان بينها وبين المسلمين هدنة ولا سلام، وزي ما قلنا قبل كده هم عدو محتمل، يعني كانوا بيخرجون بأي وقت يهجمون على المدينة، نفس ما سوى ثعلبة وأنمار في معركة ذات الرقاع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا متعددة، ومن هذه السرايا سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى منطقة تسمى تربة. فخرج عمر بن الخطاب ومعه 30 رجل من الصحابة، وكانوا يمشون بالتخفي، يمشون في الليل ويتخبون في النهار. بس أهل التربة سمعوا فيه وسمعوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم عليهم بجيش، فهربوا وتركوا أموالهم ونسائهم وكل شيء، وقالوا لا، ما لنا في مقابلة أصحاب محمد اللي فينا يكفين. فكان عمر بن الخطاب متحمس للقتال وإنه بيواجه جيش أو بيواجه قوم، لكن أول ما وصل لقي تربة ما فيها أي أحد، فاضية فقط الأموال والكنوز اللي كانت فيها، فأخذها عمر بن الخطاب ورجع إلى المدينة. بس ما كانت هذه السرية الوحيدة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة، خرج مع أبو بكر رضي الله عنه مجموعة من الصحابة. فقرر أبو بكر رضي الله عنه إنه يغزوهم بالخفية، هم عدو محتمل وعندهم الكثير من الأسلحة والرجال. قرر أبو بكر رضي الله عنه إنه ينتظرهم عند مكان يستقون منه، يخرجون منه بني فزارة ويستقون من هذاك المكان، وكان مكان جنب منطقته عشان يهجمون عليهم وهم في غفلة. وفعليا الصحابة انتظروا إلين خرج المشركين يستقون من هذا الماء، فهجموا عليهم الصحابة وقتلوا منهم المقاتلة والمحاربين، وأسروا منهم النساء وأخذوا منهم الأموال. وكانت هذه ضربة تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لهذه القبائل إنهم لا يتجرؤون ويسوون مثل أخوياهم ثعلبة وأنمار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي زي كذا عشان ذات الرقاع ما حصل فيها احتكاك، فأهل نجد ما عرفوا كيف قوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكان يبغى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرعب في قلوبهم ويفرض نفسه عليهم ويعلمهم بأنهم يمشون وهم مؤدبين، ما في يمين يسار، شغلة اللي من وراك ونخش عليك، لا أبدا، حنا أصحاب رسالة وأصحاب عقيدة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، بس كان في سرية لها قصة عجيبة جدا، وكانت هذه السرية بقيادة رجل من الصحابة اسمه غالب الليثي. أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها الميفعة، فكان غالب رضي الله عنه قائد على 130 صحابي، وكانوا متوجهين لهذه المنطقة، منطقة قريبة من نجد. يعني غالب رضي الله عنه خرج معه 130 من الصحابة، وكان في هذه المنطقة الكثير من المحاربين، عشان كذا خرج مع غالب رضي الله عنه الكثير من الصحابة
130 يعتبرون جيش في هذاك الوقت، خاصة أن المنطقة اللي رايحين لها حربية، ما كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم هدنة. المهم أن المشركين ما كانوا متوقعين الهجوم هذا، فجأة إلا الصحابة خاشين عليهم، فخرجوا أشراف القوم يقاتلون، واندست النساء والأطفال، وكان القتال شديد جدا، فقتلوا الصحابة الكثير من أشراف قومهم، بس وهم يقاتلون إلا في شخص يصرخ من المشركين لا إله إلا الله، فتنافروا الصحابة عنه وشلوا سيوفهم، لأن في واحد قال لا إله إلا الله والمسلم حرام عليهم دمه، ما يجوز قتله. بس في واحد من الصحابة له قصة مع هذا الرجل اللي قال لا إله إلا الله، كان هذا الصحابي اسمه أسامة بن زيد رضي الله عنه. فيحكي أسامة رضي الله عنه الموقف اللي حصل له. يقول أسامة رضي الله عنه: لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يعني رجل من المشركين، بس يوم قاتلناه وغلبناه وصرنا فوقه بنقتله صاح هذا الرجل وقال لا إله إلا الله. يقول أسامة فكف الأنصاري عنه، يعني وخر وشل سيفه. يقول أنا قدمت وخدت رمحي معي ودخلت رمحي في بطنه وجلست أدخل رمحي في بطنه حتى قتلته. فناظروا الأنصار وناظروا الصحابة كلهم لأسامة وقالوا له قال لا إله إلا الله وقتلته، إيش بك يا أسامة؟ قال أسامة إنما قالها خوفا من القتل، قالها بس عشان ما نقتله، إيش فيكم أنتم؟ المهم أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى المدينة، وكالعادة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الصحابة أخبارهم، فقالوا الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل لأسامة. يقول أسامة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنه إنما كان متعوذا، قالها خوف من القتل، شافني فوقه بالسيف قالها عشان ما أقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم إنه إنما قالها فراقا من السلاح، يعني هل شقيت عن صدره وشفت نيته هل هو فعليا قالها عشان خايف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ انضرب وجه أسامة وخاف. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة حتى تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، قوة الحسرة والندم. يقول فأحلف بالله إني لا أقاتل مسلم بعد ذلك اليوم أبدا. وفعليا إلين مات أسامة رضي الله عنه ما قاتل مسلم أبدا. بس ما وقفت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى منطقة تسمى باليمامة، كانت منطقة قبل نجد، كانت هذه المنطقة تصدر لقريش، تصدر الموارد لقريش، يعني كان فيها خيرات وقريش تأخذ من هذه الخيرات، وكانت منطقة مشركين يعني، وكانت منطقة محاربة برضو، وكانت تشكل خطر على المسلمين لأن كان علاقتها بقريش قوية جدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لهذه المنطقة عشان برضو يأدبها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بأنهم لا يتجرؤون أبدا ويخرجون يقاتلون المسلمين أبدا. وفعليا راحت سرية النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا فيهم، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل، أسروا من اليمامة رجل، كان هذا الرجل اسمه تمامة ابن أوثال، بس كان هذا الرجل مو رجل عادي، كان هذا الرجل أمير من أمراء بني حنيفة وأحد أشراف بكر بن وائل وسيد من ساداتهم، يعني شخصية مرة مهمة جدا جدا جدا. فأول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأنهم يأسرونه، فأخذوه الصحابة وربطوه بعمود من أعمدة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في المسجد، كان يشوفهم تماما وهم يصلون، وكان الصحابة تعاملهم معه كأسير يعني يحسنون له، فكان يسمع الأذان والصلاة بكل مرة ويتعجب من أمر الصحابة وكيف أن الأخوة تجمعهم وكأنهم إخوان كلهم، وكيف أنهم مستمرين في الصلاة 5 مرات كل يوم. كان مرة متعجب من أحوال المدينة. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأول يوم من أسره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني قتلت واحد عظيم في قومه وبيجيك من ياخذ حقي، وإن تنعم على شاكر، يعني إن عفوت على شخص ما راح ينسالك فضلك أبدا، وإن كنت يا محمد تريد المال فسل منه ما شئت. ترك النبي صلى الله عليه وسلم وراح. وكان ثمامة بكل مرة يشوف أحوال الصحابة، يشوف تعاملهم مع بعضهم ويسمع الأذان والصلاة ويشوفهم يصلون في كل مرة ويشوف كيف تعامل الصحابة وأخلاقهم مع بعض. فجاء اليوم الثاني ومر النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة وهو مربوط، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: ما قلت لك أمس يا محمد إن تنعم على شاكر، يعني زي اللي يتودد إنه فك أسر يعني. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وراح. وجاء اليوم اللي بعده بس كان وجه ثمامة متغير تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك من قبل، وسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فكوا أسر ثمامة خلاص. فجاءوا الصحابة رضي الله عنهم وفكوا ثمامة من رباطه، فجأة إلا ثمامة يهرب ويشرد مسرع. نظروا الصحابة ودخلوا للمسجد النبوي يصلون، بس والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا
إلا يدخل عليهم ثمامة وجسمه مليان بالماء، ويرفع إصبعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يوم أطلقوا صراحة ما كان يبغى يهرب، راح ورا المسجد واغتسل بنية أنه يدخل في الإسلام. فبعدها قال: والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من المدينة، ما في بلد أبغض إلي من بلدك يا محمد، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الصحابة. ثمامة أمير من أمراء بني حنيفة، يعني شخصية مهمة، وإذا أسلمت شخصية مهمة يعني هذا فتح من الفتوح. بس ثمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بخاطر إني أعتمر، وأنا أعرف اللي بينكم وبين قريش وإن في هدنة بينكم، لكن يا رسول الله والله إن في خاطر إني أعتمر. فسمح النبي صلى الله عليه وسلم له، سمح له إنه يروح يعتمر حتى قبل المسلم. فعليا خرج ثمامة رضي الله عنه من المدينة بنية العمرة، أخذ أموره وزبط حاله واتجه إلى مكة معتمر خلاص ملبي. بس قريش متكين في العصرية كذا خلاص وضعهم تمام، فجأة إلا برجل يلبي تلبية، رجل معتمر داخل عليهم، بس هذه التلبية مختلفة أول مرة يسمعونها، تلبية كأنها تلبية محمد صلح الحديبية شوية. فقاموا قريش قالوا: اصبر، طلعوا وشافوا إلا والله هذا مشرك ثمامة، يعني الوضع ملخبط عليهم، شايفين رجل مشرك وصوت مسلم. ايش الوضع؟ ثمامة أمير من أمراء المشركين وقاعد يلبي تلبية المسلمين. أصبر، انضربت أمخاهم فتراكبوا عليه، فمسكوا ثمامة وقالوا له: صبأت يا ثمامة؟ يعني ارتديت عن دينك ودين أبائك؟ قال ثمامة: لا والله ما صبأت، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إن يدي على يده. وثمامة هو أمير من أمراء المشركين في الجزيرة العربية، فيه أمر فيه تهديد، يعني مسكوه وتهددوه يبغونه يرتد عن دينه، وبدأوا يعني يناقشونه، والنقاشات صارت حادة بينهم إلى درجة أن صار فيه يعني مشادة. فقام ثمامة وزعل وقال له: والله ما يوصلكم شيء من اليمامة أبدا، كل الموارد اللي كنتوا تأخذونها من اليمامة ما بتأخذون منها شيء إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمح لكم هو أنا أسمح لكم، هيا الحين اهجدوا وكل واحد يروح ينطق في مكانه. سكتوا قريش وتراجعوا، وهنا دخل ثمامة واعتمر، وكان أول من يعتمر في المسلمين كله، حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل مكة ملبي بالعمرة من المسلمين. فعليا اعتمر ثمامة ورجع إلى اليمامة، وأول ما دخلها أمرهم بأنهم ما يصدرون لقريش شيء، يوقفون كل الموارد اللي تخرج لقريش، ما يأخذون ولا شيء إلين يجيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أمير من أمرائهم فسمعوا كلامه يعني. أما قريش فكابرت، بس ما كانوا يعرفون قد إيش الضرر اللي راح يصير لهم من هذا الشيء، فتضرر الضرر الكبير أكبر من توقعاتهم. حتى يوم وصلت قريش لأقصى حالاتها وعرفت بأن ما في مخرج تماما وأن الضرر اللي قاعد يصير لهم كبير جدا، اتفقوا وأرسلوا أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يترجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفك الحصار الاقتصادي عليهم يعني، وترجع الأمور زي قبل خلاص. وصل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان: يا محمد أناشدك الله والرحم، وصلنا في حالها مزرية، وإنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالجوع، أرجوك يا محمد كلم لنا ثمامة إنه يفك عنا هذا الحصار، وهو قد حلف إن ما يوصل لنا أي شيء من خيرات اليمامة إلا بإذن منك، تكفى. وهنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة إنه يفك الحصار الاقتصادي هذا ويسمح بالخيرات إنها تصل إلى مكة. فكان ثمامة رضي الله عنها أول من سن الحصار الاقتصادي، وأول من دخل مكة ملبي بالعمرة في الإسلام. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم. أتمنى أن القصة نالت على إعجابك، وفي الحلقات الجاية بإذن الله راح نذكر قصة عمرة القضاء وش الأحداث اللي حصلت فيها. إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسل على هذه القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير وتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.